صار لك في الحياة موقف صعب كان صعب عليه؟ صعبا علي أنا رجل. الله. يتم لا يعلم به إلا الله. لا إله إلا ما الله. تبيه يغسلونه وأنا أضحك. لا إله إلا الله. يا أخي من هذا الولد يعلم الله طفل. أيوه. يا أخي كان مبلغ الشقة يلا مع الناس كل يوم مع واحد كل أسبوع مع واحد. لا إله إلا الله. وملابس ما كبوا ملابس إنهم رجل. لا. اللي يرجعون أثواب نشية أيوه. ما بوله. وكان أروع مع واحد 20 يوم 15 كان عندها فرنسي. لا. ما كان قبوا فلوس من تيل الورق فرنسي وهلل. كان يهبوا لهم شهر نص ريال. وأنت يتيم؟ يتيم من رحم الله. ويلا تنقل في الدنيا يلا كل مرة مع واحد حتى إني رجل. طيب ما كان معك إخوان؟ معي إخوان 4 وأيتام كلهم؟ جمعة مات أمنا وأبونا. لا إله إلا الله. والله ومات أبي ومعه بلن ومعه غنم ومعه نعاجن والله يكرمك حتى محمرة كان حمار ما هوش راح جمعة ثرمة مات. لا إله إلا ما الله. بقي أدنى من الدون وهي إنبل بيعها حياة أخي كبير. اللي أكبر منك؟ إيه ومغنم موت. لا لا. وتاكل بقر حد حاجة. يعني مات أبوك الله يرحمه وماتت أمك في نفس الشهر ونفس السنة؟ مات هو الأول وهي قاعدة ثاروا بيتي شهرين كذا شهر ونص وماتت وتوفى. الله يغفر لهم يرحمه. ومات الغنم ومات البقر ومات كل شيء. راح رزقه أثاره. لا. كان معه فلوس مطبونة في الأرض فرنسي. مم. لك الله كانها مطبونة في تنك. لا إله إلا الله. واخبرنا أمنا قبل ما تموت قال ترى فلوس أبوك مطبونة هن. واخرجناها فرنسي فتجي 2000 فرنسا. الله المستعان. واسترفناها حتى خلصنا ورحنا في الأوفاق يعني نتشقى في الدنيا حتى كل الملك رشدوه وعطفك كل تزوج والحمد لله وربك فرجها من نحوه. يقول لك عاش اليتيم تقبح الموت وعاش اليتيم. الله أكبر. إن الله مع الشاقي واقي. والله يا الله انك صادق. اي سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يتولى الايتام. وانا تراني عشت يتيم توفي الوالد وانا عمري يمكن تقريبا 15 او 13 من 13 الى 15 سنه. وسبحان الله عشنا والحمد لله فتح الله علينا فيما بعد. وانت سبحان الله قصتك والله محزنه. يعني مات الاب ثم ماتت الام بعده بشهر ثم ايتام. معك خوات ولا ما معك خوات؟ كان معي وحده واخت وهذا وكلكم صغار. ما يعني موقفا معنا وعطفا تزوجا ومن اثار جادن توفن. لا اله. اي والله. ولكن الله يشد الحيل يعني صبرنا واقتربنا وعانينا يتمن وحتى التفينا وعطفنا زوجنا ولد كبير فينا. ولفنا وبسم الله ونروح ونجي حتى كل تزوج على اساس هذا الشيء. نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. والله. يعني لأن اليتيم ما عنده أحد ما في أحد يرعى. لا قلت لك لا أب ولا أم ولا أحد يرعى اليتيم فالله سبحانه وتعالى يرعاه ويوفقه. ومن يرعى هذا الإنسان اليتيم الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم تكفل أنه يكون معه في الجنة. نعم اي والله. لعظيم الأجر ولعظيم الأجر وسرور يدخلوا على هذا اليتيم. اي والله يجعل له بركة. والله يا يتمناه في مدة فقر وضيق صدر. لا في كساء ولا في فراش ولا في تنظيف ولا صابون ولا أي حاجة من حوائج الدنيا. حتى الصابون ما يحدى كان والله كان مقمل كذا يتفالت بيننا. والله ومفراش قليل ما بو أدنى سلطوا فينا رتياب عجار يرقدون تحت. والمهم والحمد لله الآن الحمد لله الله. ونشرب من أودية ومن حقلان موية تعبانة. الله أكبر. ولكن شوف الزمان كيف يحول ولا تدري ما يسبق وما يأخر. وعند الله قصاص الغيب. أيوة. يعطيك الله على نيته. صدقت. اصبر والله مع الصابرين.